البيدي فور هنعمله في البيت بأسهل وأبسط طريقة. هنعمله بكيس الحلواني، يعني لو مش موجودة عندك الماكينة هنعمله بالكيس، سهل جدا وبسيط ومش هتفرقيه أبدا أبدا عن بتاع المحلات. دايب دوب كده وطعمه بجد خطير، حقيقي تحفة. يلا بينا نبدأ، بسم الله ونصلي على الرسول وشوف عملت ايه. بس يا ريت لو انت اول مرة تشوف قناتي ما تنسوش لايك وشير للقناة. اول حاجه هنا كان معايا 6 بيضات بدرجه حراره الغرفه، معايا 3 باكيت من الفانيليا، ومعايا 750 جرام من الزبده، وكمان معايا 300 جرام من السكر البودرة، وكمان 900 جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام العادي جدا. ديت الطريقة اللي بتخلي الزبدة او اللي هو البيجيفور بتاعك بيكون كده طعمه زبدة كده في بقك، حلو جدا بجد. طبعا دوت طريقة البيجيفور اللي هي بتاعت الكيس اللي بيدوب في البق، غير اللي هو بيكون ناشف والمقرمش. دوت اللي هو تحسين ان انت اول لما بتحطيه في بقك كده بيدوب لوحده، حلو جدا حقيقي. اول حاجة هنا بقى كانت معايا 750 جرام من الزبدة، اللي هو كيلو الا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما كانتش موجودة في التلاجة طبعا، وفي نفس الوقت جامدة كده زي ما انتوا شايفين، يعني برضو مش سايحة. اول حاجة بقى بعملها بضرب الزبدة بتاعتي كده لحد لما لونها يفتح بالمنظر اللي انتوا شفتوه دوت. اهم حاجة طبعا احنا ما بنحطوش اي مادة رافعة في البيكنج ولا البيكنج باودر ولا وبيكنج صودا، اللي هو البيدي فور بتاعنا دوت ما بنحطوش فيه اي ماده رافعه. طبعا بنعتمد على الضرب بتاع الزبده. زي ما انتوا شفتوا حطيت السكر وضربته برده مع بعض كويس لحد لما لونه يفتح، وبعد كده بكسر البيض بتاعي ال6 بيضات. طبعا البيض دوت برده كان بدرجه حراره الغرفه. هحط عليه بقى ال3 باكت من الفانيليا. طبعا لو عندكم فانيليا سائلة برضو هتحطوا نص معلقة. وببتدي بقى احط البيض بتاعي دوت بيضة بيضة، وبفضل اضرب فيه كده لحد لما البيضة تروح، وبعد كده ببتدي احط البيضة اللي وراها. اول لما بتحطوا البيض بتحسوا كده ان الخليط اكنه اتفكك من بعضه كده وبقى مقطع كده، بتفضلي تضربي فيه لحد لما يرجع تاني مع بعضه يتجمع، وبعد كده بتبتدي تحطي البيض واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان احنا نضرب البيض دوت عشان خاطر هو دوت اللي بيدينا الهيشان والفوليوم للبيديفورة، انها تكون هشة كده وكمان مش مكتومة. حد هيقول لي طب لو انا مش عندي مضرب بيض، ممكن تضربوه بالمضرب اليدوي بس هياخد معاكم وقت اطول. اهم حاجة ان احنا لازم نضربهم مع بعض كويس لحد لما يوصلوا للقوام دوت. انتوا شفتوا الشكل بيكون عامل ازاي. اهم حاجة ان الزبدة بتاعتي لونها يفتح وتكون هشة بالمنظر ده. طب في حد هيقول لي لو انا مش عندي زبدة ممكن استخدم سمنة. ممكن تستخدموا سمنة عادي، بس بتكون يعني اكيد مش نفس طراوة الزبدة. وان شاء الله هعمل لكم فيديو طريقة البيديفور برضو بالسمنة. بعد ما خلصت البيض بقى وضربتهم مع بعض كويس، هحط بقى الدقيق بتاعي. وحطيت الدقيق بتاعي هنا كله علشان خاطر مش عايزة اعجن في البيديفور كتير، علشان خاطر ما ينشفش معايا ويعضم كده ويقلب لعيش. النقطة ديت مهمة جدا. بضمهم كده والمهم مع بعض، انا ما بعجنهمش، انا بس عايزة الدقيق يختلط في العجين بتاعي. وزي ما قلت لكم الدقيق دوت ابيض متعدد الاستخدام عادي جدا، اللي هو كان استخراج 72. لازم تكون بعد ما لميت بقى العجينة بتاعتي كده، لازم تكون الدقيق بتاعي لازم يكون العجينة بتاعتي فيها تلزيقة خفيفة، طبعا عشان خاطر احنا هنحط في كيس الحلواني. طبعا في ناس هتقولي طب انا مش عايزة في كيس الحلواني، انا هعمل في المكنة. هتحطي كيلو الدقيق كله، بدل ما هتشيلي من الكيلو الدقيق اللي هم المعلقتين الكبار، هتسيبي المعلقتين الكبار دولت وهتشتغلي بيهم. انا هنا بقى عندي اشكال كتيره كده زي ما انتوا شايفين ان انا هزين بيها. اول حاجه هنا بحط الشكل بتاعي اللي هو عامل شبه النجمه الصغيره دوت في الكيس كده من اللي هو اكياس الحلواني، وبعد كده بحطه في الكيس القماش. اهم حاجه في الكيس القماش علشان خاطر ما يضايقكوش الكيس البلاستيك دوت، لانه بيفرقع يا جماعه من الجنب لما بيكون خفيف. وبرضو ما تحطيش كمية العجينة كمية كبيرة في الكيس علشان خاطر يسهل معاكي وانتي بتنزلي الشكل بتاعك. بحط بقى الشكل دوت وبعد كده بقلبه
باحطه يعني باحطه في الكيس الأول، وبعد من الكيس باحطه في الكيس القماش بتاعي دوّة. الكيس القماش بتاعي دوّة أنا باجيبه من عند مستلزمات الحلواني، بيكون موجود اللي هو القرطاس القماش. كده قُلت لكم كده النجمة ديّة برضه اللي هي الأشكال ديّة برضه بتكون موجودة عند مستلزمات الحلواني. باحط بقى الشكل وباجيب الصاج بتاعي هنا، وبابتدي أشكِّل بقى الأشكال براحتي على حسب اللي أنا عايزاه. هنا الوردة ديّة هنا بقى أنا باورّيكم الأشكال اللي أنا هاعملها عشان خاطر ما أطوّلش عليكم الفيديو. أنا عملت الشكل النجمة دوّة اللي هو الوردة الصغنّنة دوّة، وكمان تقدري تعملي اللي هو الشكل المدوّر. طبعًا تقدري بقى تحطّي الرسومات براحتك. باحس إن هو سهل جدًا بصراحة عن المكنة. تقدري بقى لو أنتِ شكل مش عاجبِك، شكل كبير، شكل صغير، بتهدّيه وتعمليه تاني. تعملي بقى الشكل المدوّر، تعملي الشكل الطويل اللي هو دوّة. طبعًا تقدري بقى تشكّلي براحتك. أنا هنا كانت عندي بقى زي ما قُلت لكم كده اللي هي الإقماع ديّة هاعمل بيها بقى الأشكال كلّها اللي أنا حاباها. سهل جدًا بسيط، ما حدّش بقى يقول إن هو الPG4 صعب ولا حاجة، لأ، لأ، جدًا سهل، مش قادرة أقول لكم قد إيه. هنا بقى خلّصت الصاج بتاعي. طريقة التسوية بتاعتي بتكون إن أنا مشغّلة الفرن من تحت على نار هادية جدًا، مش هادية جدًا يعني هي متوسطة، وباكون مش حاطة الشبكة عادي في النُص، وباكون الشواية ديّة على أوطى حاجة باعملها. أنا مش عايزاه ياخد لون، بُصّوا زي ما أنتم شايفين مش آخد لون وفي نفس الوقت مستوي وبيدوب كده دوب. بُصّوا عامل إزاي، حلو جدًا. أهم حاجة يا جماعة طريقة التسوية، وأول لمّا يخرج من الفرن لازم تسيبوه يبرد تمامًا علشان خاطر بيكون طري. لازم تسيبوه يبرد تمامًا وبعد كده تبتدوا تشكّلوه. أنا هنا بقى كان عندي عشان خاطر أسهّل عملية الحشو بتاعتي، أنا هنا حطيت المربى بتاعتي في كيس الحلواني كده وخرمتها خرم صغير زي ما أنتم شايفين، وباعمل بيها. أسهل لي بكتير بصراحة عن الأول، كنت باحطها في طبق وباعمل بالمعلقة ومش عارفة إيه، كنت باحس إن الموضوع أطول بكتير، لكن لمّا حطيتها في كيس الحلواني دوّة لقيت الموضوع أسهل بكتير. وبعد كده بقى باحط كل الشكل بقى على الأحجام اللي أنا عايزاها. هنا سيّحت طبعًا الشوكولاتة بتاعتي اللي هي ممكن تسيبوه سادة كده، وممكن تحطوه في المكسرات. أنا هنا كان عندي المكسرات لوز وبندق، طبعًا تقدروا تحطوا سوداني بيكون والله أحلى كان بكتير بصراحة بالنسبة لي من المرّة دي اللي أنا جرّبت اللوز والبندق. كنت كل مرّة باعمل بالسوداني كان حلو كتير، وبرضه هو حلو بس أنا بصراحة كنت حابة طعم السوداني. طبعًا كل واحد على حسب الرغبة بتاعته. ممكن هنا كمان تحشي القلب بتاعه شوكولاتة، ممكن تحشوه آمم اللي هي كريمة اللوتس، أو ممكن تحشوه كمان مربى الحليب. طبعًا تقدروا الحشو دوّة على مزاجكم، يعني تقدروا تحشوا النوع اللي أنتم عايزينه. أنا هنا بقى الشوكولاتة حطيتها في حمام مائي. سيحتها إزاي، عملتها على حمام مائي. باجيب حلة بيكون فيها مَيّة سخنة بتغلي، وبعد كده باحط الطبق بتاعي. أهم حاجة إن الطبق ما يكونش لامس المَيّة، وباحط عليه 3، 4 معالق لبن، واحط عليهم معلقتين زيت، وباقلبهم مع بعض كويس جدًا كده لحد لمّا يدوبوا كده ويرجع لونهم يبقى ناعم، وبعد كده باستخدمهم. أنا بقى هنا حطيت كنت مستخدمة مكسرات وكمان جوز الهند. زي ما قُلت لكم تقدروا تحطوا التزيين ده بقى على حسب راحتكم. أنا خلّصت الكمية بتاعتي كده زي ما أنتم شُفتوا، وكان بجد حقيقي بيدوب دوب بجد. أتمنى تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هارُد عليكم على طول. ويا ريت ما تنسوش لايك وشير وشيّروا الفيديو دوّة للي عايزينه يعمل لكم الPG4 التحفة الجميل دوّة اللي عامل زي بتاع المحلات بالضبط. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة